الفيديو ده موجه لبعض الناس اللي مش قادر اقول عليهم بني ادمين، اللي امبارح هاجموا محمد شحاتة عشان ضيع ضربة الجزاء في نهاية الكونفدرالية، وهاجموه بطريقة سافلة وقالوا ادينا اهو لا خدنا البطولة ولا انت حضرت عزا ابوك او دفنة ابوك. ايه السفالة دي؟ ايه السفالة والانحطاط ده؟ احنا وصلنا للليفل ده امتى؟ كل ده شكورة نعمل كده في ناس؟ انتوا مش حاسين بالراجل ده حاسس بايه اصلا؟ ازاي وصلنا للليفل ده بجد؟ الموضوع بقى فعلا مقزز، يعني حاجة حصلت له ربنا ما يوريها لحد، ان حد يفقد حد عزيز عليه. والاكتر من كده قسوة انه كان مسافر وملحقش يدفن ابوه او يحضر عزاه، والناس مشكورة عشان يهونوا عليه نفسيا شوية ادوله شرط الكابتنة. فيجي بعض الناس، انا مش قادر اقول حاجة عليهم غير ان هم مش بني ادمين، يهاجموه عشان كده. مش متخيل. طب خليني اقول لك حاجة تانية، انت دلوقتي عندك بيزيرا، انت شايفه احسن لعيب في الدنيا واحسن محترف جه في مصر واحسن لعيب في الموسم كل حاجة. لو كان هو اللي ضيع ضربة الجزاء دي كنت هتهاجمه نفس الهجوم؟ كنت هتهاجمه بالطريقة السافلة دي؟ ما هاجمتش محمد عواد ليه اللي ما يصدش ولا ضربة جزاء من الثمانية باين، ولا مش فاكر 8 ولا 9 شوطه؟ راجل في ظروف ما يعلم بها الا ربنا، كتر خيره انه بيلعب وبيأدي، وعادي ضيع ضربة جزاء. ايه يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يعني؟ فاتقوا الله شويه وارحموا الناس، ارحموا الناس والله. يعني دي كوره في الاول وفي الاخر، كوره. ما يخلوناش نفقد انسانيتنا ونظهر بالشكل المنحط ده في كوره يعني، ونعاير واحد بحاجه زي دي. سلام.